حبايب قلبي النهارده هعمل بط بقى. اللهم صل على سيدنا محمد. دي بطايه، تعالوا بقى عشان اوريكم البطايه اللي انا غسلاها بملح وليمون، سايباها بقى كده تتنقع شويه كده مع نفسها. اهيتي البطايه اللي انا هعملها، غسلاها بملح وليمون بقى ونقعاها كده في الملح والليمون وننضفوها طبعا تنظيفه حلوه زي ما حضراتكم شايفين. وحطيت الحله بقى اول ما تغلي ان شاء الله باذن الله الحله هنزل عليها على طول بالبطايه بتاعتنا الحلوه الجميله دي. هغسلها كمان غسله كده على الحنفيه، وبعد كده هسقطها ان شاء الله. يكون الحله انا حطاها اهي، تكون الحله غلت اهياتي. بطايه ما شاء الله في منتهى الجمال. شوفوا البطايه، الله اكبر، ده الجمال ازاي اهي. يا رب تكون الكاميرا موضحه بس كده اهي. شوفوا البطه بتاعتنا الحلوه الجميله دي، نضفوها كويس جدا اهي ما شاء الله. اهي البطايه نضفوها كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين اهي، وغسلها بملح وليمون ونضفوها كويس جدا. والحله بتاعتنا بقى، الحله انا حطاها اهياتي مستنيه بقى اما تغلي عشان احط البطايه بتاعتنا ان شاء الله باذن الله. كمان شويه كده هحط البطايه في الحله بعد ما تغلي، واحط التوابل بقى، ورقه اللورا والبصله وجزرايه وطماطمايه، وانتوا عارفين بقى الباقي. هصور برضو معاكم وهحطها ان شاء الله بعد ما الحله تغلي، بس هخليكم معايا. خلاص كده غليت، هكتف البطه بقى احطها. بحب اكتف البطه قوي لما اجي احطها في الشوربه، بحب اكتفها كده، احط رجلها كده اهي. يا رب تكون الكاميرا موضحه بس كده يعني. بحط رجلها كده والرجل التانية كده اهي. بحب اكتفها الاتنين كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. وحطها بقى ايه الشوربه بتاعتي كده عشان ايه تشوفوني بقى وانا بحطها في الحله اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. حله جلد اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. معانا هنا بصله وجزره وطماطمايه، ملقتش ورق لورا فهحط شويه كمون دلوقتي. اللهم صل على سيدنا محمد. احط كده الحوايج بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ملقتش ورق لورا عندي فانا هحط كمون. الكمون دوت طبعا التوابل ديت فيها كل حاجه مطحونه فيها، طحناها في الكبه ما شاء الله. شوفوا هحط كده بقى بديل الورق اللورا، بس بصراحه بتودي الشوربه في حته تانية خالص. بقى كده هسيبها بقى ايه براحتها بقى لغايه ما تطيب بقى ان شاء الله، وباذن الله اخلص الاكل وبصوره معاكم برضو باذن الله. دلوقتي كمان شويه كده هعمل معاكم برام رز في الفرن واصوره طبعا معاكم ان شاء الله باذن الله. الخطوات كلها باذنك يا رب. دلوقتي بقى عشان ما تقلش عليكم هسيبكم بقى لغايه ما الاكل يطيب ان شاء الله، وانزله معاكم وهصوره وانزله معاكم على القناه باذن الله. واقول لكم دلوقتي اوعوا تنسوا اللايك، اوعوا تكونوا ما حطيتوش لايك يا حبايب قلبي لحد دلوقتي. لايك يا حبايب قلبي فضلا ليس امرا، واشتراك في قناه هاني من البيت، وسبس لايك كده. ومش عايزه اتقل عليكم اكتر من كده، واقول لكم كل سنه وانتم طيبين، واقول لكم سلام عليكم.